السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. قبل ما تكملوا الفيديو نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد، وما تنساوش لايك وكومونتير للتشجيع. نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزه عندنا ما نديروا. عندنا ما نديرو، وراني توعدت والجيش راه جاهز. مجرد ما يحلوا لنا الحدود مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. نعود بعد الفاصل لتصريحات تبون في صحيفة فرنسية حيث تكلم عن التطبيع للمرة الأولى مع جيش الاحتلال. تصريحاته أيضا أغضبت الشعب التونسي لما مجد في قس سعيد وقال إن شعبيته عريضة. الشعب السوري كمان غاضب من التصريحات بسبب العلاقة الوطيدة اللي كانت بين المجرم بشار وتبون. تبون اليوم يتنصل من تلك التصريحات وقال انه نصح بشار مرات عديدة. ابرز تصريحات تبون وليه ضايقت الناس بعد الفاصل، محدش يروح لبعيد تكرم. في مقابلة مع صحيفة لوبنيون الفرنسية، عبد المجيد تبون يتحدث عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى ويضع شروطا جزائرية للتطبيع مع الكيان، بعد ما كان الموضوع ده أول امبارح يصدر للشعب إنه مقفول بالضبة والمفتاح. تبون في تصريحات مفاجئة وصادمة يتحدث عن التطبيع في لقائه مع الصحيفة الفرنسية. جبت لك التصريحات منذ قليل. تصريحات عجيبة الصراحة. انه سيرتكب خطأ واضحا في قضية الصحراء الغربية. الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقتها مع الكيان المجرم في اليوم ذاته التي ستكون في دولة فلسطينية. ليس لدي اي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري. راجل انت لو دخل عليك عسكري دلوقتي انت لا تحترم ولا نية. والجمل دي حقيقة فقدت معناها في تلك المنطقة البائسة من العالم اللي اسمها الوطن العربي. صعد عجيبة الحقيقة ومتناقضة توريك طبيعة تلك الأنظمة الوظيفية ودورها الحقيقي، والفرق بين التصريح اللي بيوجهه لعموم الناس والسياسة الحقيقية اللي بتطبخ في الضلمة. تبون في نفس اللقاء مع المجلة الفرنسية وهو بيتكلم على العلاقة من المغرب، الخناقة العافنة دي انت عارفها بين النظام في المغرب والنظام في الجزائر، الفقاعة والحجة اللي بيمرروا تحتها اي حاجة ولازم يبقى في خناقة نمرر تحتها اي حاجة. تبون قال لك احنا منعنا الطيار المغربي من اجواءنا. ايه يا سيادة فخامة الرئيس، ايه كان السبب اللي منعتوا الطيارات المغربية تمر في اجواءنا؟ منعنا الطيران المغربي لتنفيذ مناورات مشتركة مع الكيان الصهيوني بقرب مجالنا، وهذا ينافي حسن الجوار. علينا وضع حد لتلك الوضعية يوما ما. الشعب المغربي شعب شقيق يستحق الأحسن. لا يا راجل، لا يا راجل، يخرب بيتك عشان طياراته عدت من جنبيكم بس. لا ده انت مقاوم عنيف. يعني نحط صورتك جنب صورة ابو ابراهيم بقى وابو خالد. تبون ابنه اسمه ايه؟ يبقى ابو ابراهيم. مين من المتابعين هو تبون عنده ابن ليه اسم ابنه؟ عنده ابن؟ لو حد من المتابعين يقولوا لي، نحط صورة بقى تبون حقيقة جنب مقاوم عتيد.
حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر أبدت تحفظها على تصريحات تبون، ودعت تبون لعدم الخضوع، دي كلمة مهذبة، لضغوط ترامب. حركة السلم، مجتمع السلم، وقع بيان وقعه رئيس حركة السلم عبد العالي حساني. تابعت التصريحات الصادرة. الجزائر لها مواقف ثابتة تجاه القضية، قائمة على رفض مشاريع التسوية والتطبيع مع الكيان المعتدي. رئيس الجمهورية سبق له أن وصف مسار التطبيع بالهرولة المرفوضة نحو كيان لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني ويسعى لتصفية قضيته وتهويد مقدسات الأمة، مؤكدا أن الجزائر كانت ولا تزال داعمة للحق الفلسطيني ومدافعة عن القضية باعتبارها قضية تحرر وعدالة. الضغوط الدولية المتزايدة خصوصا من طرف الولايات المتحدة وفرنسا، دي من عندي، تهدف إلى جر الدول الصامدة ومنها الجزائر إلى مستنقع التطبيع. موقف الجزائري يجب أن يظل ثابتا في دعمه للحقوق الفلسطينية المشروعة ورفضه لكل أشكال التطبيع. عايز أقول لك إنه يعني توقيت ممتاز جدا اللي تبون بعد أكثر من 50,000 شهيد وبعد مواقف مخزية زيه زي باقي الزعماء يعني الحقيقة. تخيل الجزائر رفضت تخش في، قال لك احنا ما ننضمش لجنوب افريقيا. ليه؟ قال لك ده اعتراف بالكيان. ولا الجزائر الحقيقة فيها لهجتين بخصوص موضوع الكيان المحتل ده. لهجة داخلية شعبية زي اللهجة الداخلية الشعبية في الأردن وفي مصر وفي المغرب، ولهجة خارجية، خطابين يعني، خطابين متناقضين تماما. الخطاب الأول داخلي يتكلم عن الصهيونية والأعداء ويستخدم عسكر الجزائر. تبون وجهه بس عشان ما تدوش يعني ما تقصوش على الراجل أكتر من كده. بيستخدم القصة دي بتاعت الكيان واحنا لا يمكن وبتاع، حتى في العداوة بينه وبين النظام المغربي اللي طبع مع الاحتلال طبعا سبقوا حقيقة كلهم سباقين في الخير. دايما كده رئيس الجمهورية يحذر من تصفية القضية الفلسطينية ويدعو لتحرك عربي وإسلامي حازم. الخطاب الخارجي بقى هو اللي بيقوله عسكر الجزائر واللي بيقوله تبون لوكالات الأنباء العالمية مختلف تماما عن الخطاب الداخلي. خطاب وديع مستكين جبان، نفس طينة الأنظمة العربية، نفس اللي بيجي على لسان ابن سلمان وابن زايد والسيسي وملك الأردن واللا سعيد. تطبيع على رأس أولوياته وأجندته. اللي قاله تبون يبدو صادما لأنه أول مرة يتقال في العلن، لكنه اللي بيحصل في الضلمة والطوفان أكبر شاهد. يعني لو في واحد ضرير هيعرف من خلال الطوفان إن هؤلاء تجروا متاجرة كاذبة. تطبيع بشرط الدولة الفلسطينية، أو على الأقل ضمانات إن هيبقى في دولة فلسطينية دون ضمانات. على عكس تصريحات تبون نفسه القديمة اللي اتكلم فيها التطبيع برضه. أفكرك ده الكلام ده في 2020 رفض تماما بكل إباء وشمم الهرولة نحو التطبيع. على فكرة عشان نكون يعني منصفين، الإمارات والبحرين والمغرب وقبلهم مصر والأردن الكل باع تلك البيعة، بيعة النخاسة، ضمانات الدولة الفلسطينية. كل الدول دي طبقت تحت ضمانات الدولة الفلسطينية. لا احنا في مصر ذهبنا مذهبا بعيدا. السادات قال لك احنا جبنا لهم كرسي ما رضوش يجوا. ايه اللي استفادته بقى من سبقك في التطبيع؟ الدولة الفلسطينية، اي حد من اللي طبع دول حصل على الدولة الفلسطينية. مستوطنات وقفت، مش هقول قلت، وقفت. كل يوم بيزودوا مستوطنات، عايزين يضموا الضفة. ده الفخ اللي تبون حذر منه في 2020، بس يبدو انه من غير قصد هيقع فيه النهارده. تبون على الهامش في لقائه كان ليه برضه تصريحات منيله كده، زي رايه في قيس سعيد الدكتاتور التونسي اللي ساجن الحريه نفسها بتونس بكل اشكالها، ساجن جميع معارضيه مع اختلاف توجهاتهم حتى عبير موسي. بقول لك لم اكن اتخيل
في أسوأ كوابيسي اني اتضامن مع عبير موسي. حقيقة كانت يعني مستفزة بشكل اكتر من فجر السعيد عبير موسي دي، ونحن اليوم نتضامن مع عبير موسي والله العظيم. فتخيل انت قيس عمل ايه. قيس دكتاتور منقلب، حقيقة لا ينكرها حد. تبون بقى قال عليه ايه؟ تبون. اخي الرئيس قيس سعيد يتمتع بالشعبية في تونس برغم كل الانتقادات. هو اتلم تنتون على تنتن، او النتن والتاني انتن. الشعب التونسي شعب واعي، والجزائر تدعم تونس اقتصاديا قدر المستطاع. تونس كابدت ويلات قصف الطيران الاستعماري لانها ساندت القضيه الجزائريه، وحق علينا اليوم الوقوف الى جانب الشعب التونسي الشقيق. لا، الحق واجب، ونقف جنب قيس سعيد. من الاكاذيب اللي تحدث بها تبون ايضا العلاقه مع سوريا وعلاقته مع المجرم بشار. قال لك الجزائر رفضت دوما المجازر في حق السوريين، وابلغت المجرم بشار ده بكل حزم. بس انا كنت ببوسه كده وبحتضنه كده بس انا كنت حازم معاه في الضلمه. ابلغت الجزائر، ابلغت الاسد رفض المجازر في حق السوريين. هتفتكر ان انا كنت ببوسه وبضمه وحريص على ضمه للجوقه العربيه كده؟ لا، انا كنت كاره بس كنت بضطر اعمل كده. بس الحقيقه كانت عكس كده تماما. تبون واحد من اوائل الانظمه اللي دعمت بقوه وعنف النظام المجرم في سوريا، ودعمت بشار ذات نفسه. والمواقف الرسميه من تبون مليئه بتلك العبارات والتهنئات، مليئه. دي مجرد عينه على عجل، دي مجرد عينه على عجل. تبون يبحث مع رئيس النظام السوري تعزيز العلاقات. خلال اتصال هاتفي تلقاه من اخيه فخامه بشار لاخيه غدا، قرر عوده دمشق الى الجامعه العربيه. تبون تعزيز العلاقات. تبون رئاسه المهلبيه الجزائريه. تلقى الرئيس مكالمه هاتفيه من اخيه رئيس الجمهوريه العربيه السوريه الشقيقه السيد بشار الاسد. عبر لي عن شكره وتقديره للجهود الدؤوبه التي يبذلها السيد الرئيس من اجل استعاده سوريا في ظل الرئاسه الجزائريه للقمه العربيه لمقعدها، متمنيا للشعب الجزائري وبدوره اعرب رئيس الجمهوريه لنظيره تقديره وترحيبه لعوده الشقيقه السوريه الى الجامعه العربيه، متمنيا للشعب السوري بلا 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 بلا. دي بعض العينات يعني. بعث رئيس الجمهوريه العربيه السوريه السيد بشار تهنئه لرئيس الجمهوريه بمناسبه 70 ثوره اول النهار. الرئيس هنأ الرئيس السوري ايضا من خلال الشعب الجزائري الشقيق تقديره لانتماس العلاقات الاخويه الراسخه بين البلدين. لا، كان في حب بعيدا عن البتاع، كان في يعني الشخصيتين في بينهم تلاقي. تلاقيه بيطمن عليه في روسيا دلوقتي. ده تبون والتطبيع وسوريا وتونس واشياء اخرى. بعد الفاصل، طولين شويه النهارده. امريكا، ترامب والخناقه في العالم. رسوم ترامب والضرائب الجمركيه بتشعل حربا تجاريه. الصين، كندا، المكسيك بيردوا بقوه في رساله للمنبطحين في المنطقه. بعد الفاصل، محدش يروح لبعيد، اخر فقراتنا لهذه الليله. البيت الابيض بيعلن اول امس ان الرئيس الامريكي الجديد اللي مفجر العالم بتصريحاته كل يوم فرض رسوم جمركيه على شركاء الولايات المتحده الرئيسيين في التجاره، كندا والمكسيك والصين. ده يعني بص هيفرق امريكا. دونالد ترامب يفرض رسوما جمركيه باهظه على كندا والمكسيك والصين. وفقا للبيان الامريكي، رسوم بنسبه 25% على المنتجات المستورده من كندا والمكسيك، رسوم 10% على موارد الطاقه الكنديه. ليه؟ قال لك لازم كندا والمكسيك يتعاونوا معانا في مكافحه تهريب المخدرات والهجره. اي بزراميط، اي بزراميط. ورد على المخاوف التي اثارتها مصاف النفط، فرض ترامب رسوما جمركيه 10% على منتجات الطاقه من كندا عشان هو محتاجها بشده،
في حين تواجه واردات الطاقة المكسيكية الرسوم الجمركية الكاملة البالغة 25%. الأزمة إن الحكاية صعبة جدا على كل الأطراف، حتى أمريكا نفسها هتعاني من حاجات زي دي. كندا طبعا أكثر المتضررين عشان بس، لكن الضرر مشترك عشان تبقى فاهم. كندا أكثر المتضررين لكن الضرر مشترك. تستورد كندا 77% من بضائعها من امريكا، تستورد الولايات المتحده 18% من بضائعها من كندا. الارقام دي طبقا لاحصائيات سنه 22. الشاهد هنا ايه؟ ان كندا والمكسيك ما سكتوش على تلك الخطوات، ما قبلوش الركلات والصفعات على قفاهم وهم ساكتين زي ما بيقبل زعمائنا الاشاوس. احنا عندنا بيمسحوا البصقه ويقول لك والله كحلوه، والله انا ما زعلتش، بصقه حضرتك دفعه للامام، مع ان الخسائر تقطم الوسط. ترودوا المستقيل قال لك احنا هنعمل مع امريكا زي اللي بتعمله معانا بالظبط، هنفرض احنا كمان رسوم جمركيه على السلع الامريكيه بنفس الرقم اللي حطه ترامب، بنفس الرقم اللي حطه ترامب. بلاده ستفرض رسوما جمركيه بنسبه 25% على الولايات المتحده بقيمه 155 مليار دولار كندي، 106 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركيه الامريكيه. رسوم جمركيه بقيمه 30 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الثلاثاء، من النهارده ومن بكره قصدي، ورسوما بقيمه 125 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوم. رد بلاده سيكون واسع النطاق، سيشمل منتجات، كحوليات، عصائر الفاكهه، الخضروات، العطور، الملابس، احذيه، اجهزه منزليه، اثاث، معدات رياضيه، اخشاب، بلاستيك. كندا ما اكتفتش بتلك التصريحات. رئيس الوزراء حث الكنديين، قال لهم اصمدوا، الحكايه صعبه واحنا داخلين على ازمه كبيره، اشتروا المنتجات الكنديه بدل الامريكيه، وقضوا الويك اند في كندا، بلاش حد يروح امريكا. وبالفعل بدات اكبر حمله في تاريخ كندا في علاقتها بامريكا لمقاطعه المنتجات الامريكيه تحت عنوان اشتري المنتج الكندي وقاطع الامريكي. مش عارف، حاسس ان ترامب مش حاسبها صح، او متخيل ان اصدقائه الخلايجه والديكتاتوريين المفضلين يشيلوا هم الليله ويعوضوه ماليا، ويقدر يدي استفاده للشعب الامريكي قصاد الاسعار اللي هتزيد. مش عارف. خبر النهارده مثلا ان ترامب عايز يستعين بالسعوديه لحل مشاكله الاقتصاديه الداخليه. ايه يا عم بقى؟ انت ما عندكش رحمه؟ مفيش رحمه، كله سعوديه سعوديه. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى كل ده؟ افضل وسيله للرئيس لخفض الاسعار قد تكون اقناع منظمه الدول المصدره للنفط اوبك والسعوديه القائده الفعليه للمجموعه واضافه مزيد من البراميل للسوق. السعوديه انا مش عارف السعوديه تعمل ايه. لكن الشاهد هنا ان في فرق كبير جدا بين الدول اللي بتدافع عن مصالحها والحكام اللي بيدافعوا عن مصالحهم، في مسافه شاسعه. ان الدوله تدافع عن مصالح الدوله والحكام اللي بياخدوا قرارات للدفاع عن مصالحهم هم. رئيس وزراء كندا قال لك ما حدش يلوي لنا دراعنا، انتوا كمان موجها حديثه الامريكان متضررين من ذلك القرار. وهتشوف المكسيك نفس الكلام. رئيسة المكسيك امرت بفرض تعريفة جمركية على البضائع الامريكية ردا على قرار واشنطن بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك. لا ضعفها ولا هوانها ولا كسرت. وجهت حكومتها لتنفيذ الخطة بعد فرض الرسوم الجمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من بلادها. ربطوا الأحزمة كويس. احنا داخلين على أيام أشد عصفا. التجارة العالمية
حرب اقتصادية كبيرة بين أمريكا وترامب والصين وكندا والمكسيك، تكسير عظام بالمعنى الحرفي، تصعيد على أعلى مستوى، هيكون ليه تأثير على أكبر منطقة مستهلكة في العالم. قلت لك احنا لو اختفينا من العالم هيفتقد أكبر منطقة مستهلكة، ده اللي هيفتقد العالم ما يستناش مننا حاجة غير كده. كندا والمكسيك وقبلها كولومبيا بترد على ترامب بخطوات بالمثل مهما كان الألم، لأنه كرامة الأمة لا يمكن تعويضها، ولا عزاء للمنبطحين الخانعين اللي لو ضربتهم على قفاهم يركعوا ويقول لك أمين. الله غالب. اشوفكم بكرة إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.